يحترق ويتكلم ويقول على كيفه، لكن الاعلام والاعلامي دائما محسوب. لكن تكلمتوا عن الاخطاء التحكيميه، هناك ركلتا جزاء للمنتخب القطري لم تحتسبا. اوكي المنتخب ما لعب، ما يستاهل الفوز، اوكي شيء ثاني، انتقده وقول كل شيء، لكن يا اخي اظهر الحق، اظهر حقك انت يا قطري، اظهر حقك بعد. انت الحين انت تنتقد وما تظهر حقك وتقول والله احنا انظلمنا، لا انت انظلمت. هاي الضربتين جزاء كانت كفيله انها تفوزك، كانت ممكن تغير مسار المباراه ماجد. صحيح. احنا مشكلتنا ما حللنا المباراه فنيا بعد المباراه صح. مش هذه اللقطه طبعا. لا في لقطه ثانيه، في لقطه ثانيه اللي يسحب قدمه. طيب المدافع الايراني سحب رجل اكرم عفيف وقدام الحكم. اي واضحه 100% ما نختلف عليها. احنا مشكلتنا بعد المباراه ما حللنا المباراه بشكلها الفني، ويجب ان نتكلم عن المباراه بشكل الفني. الامور الاداريه في من يحلها. البعض يفتكر ان يعني انت مش مع الاعلام ان يتحدث في امور الاداره واقاله مثل ما قال خالد جاسم، اقاله رئيس الاتحاد، وتكلم عن تغريده خليفه بن حمد بن جبر. واصلا رئيس النادي العربي خليفه بن حمد بن جبر ما شاهد المجلس يومها وكان يتكلم بشكل عام. لا انا شوف نعم هذه ركله الجزاء، هذه البلد. نعم هاي ركله جزاء ما حسب الحكم، والحكم قريب. يا ليت نشوفها بالبطيء واضحه، في سحب القدم بالقدم واضحه 100% بلنتي. ضاع علينا الحكم من هونغ كونغ كان في يدير هذه المباراه. الان شوف اللي سحب، الان ركله الجزاء، الان ركله يعني تعمد فيها، يعني اخذها بالمره الاولى والمره الثانيه سحب رجله. كان ممكن ياخذها اكرم ويسددها في الجول. شوف هذه الان هاي واضحه، هاي عاديه حتى الان، لكن شوف بعد بيعيد رجل القدم مره ثانيه اليسرى. شوف رجع للخلف الان بالقدم اليسرى الايراني مره ثانيه، ويسحب قدم اكرم مرتين بعد، مش مره بعد. المره الاولى ما فيها هذا، المره الثانيه هي البلنتي واضحه، هي البلنتي واضحه، ما كيف تغاضى عنها الحكم. وفي لقطه بعد حارس المرمى جر رجل تباتا. اي نعم طالب فيه تباتا بلنتي. نعم طالب فيه تباتا بلنتي. احنا على كل هي حمد كانت المباراه الشوط الاول كان الشوط الاول متكافئ جدا، وممكن ايضا حتى في افضليه لنا بسيطه، لكن بعد الهدف الاول، بعد الفريق الايراني مسجل علينا الهدف الاول، لابد انه ينفتح ملعبنا وينكشف ملعبنا، لان الفريق يبقى يعوض للتعادل، ترك مساحات. لذلك شفنا الهجمات المرتده، وشفنا خطوره الفريق الايراني على القطري اللي كان بامكاننا اذا يسجل اكثر من هدف حقيقه، لان خلاص انت 1-0 عندك مثل 2-0، تقدمنا وصار ملعبنا مفتوح وراء. على كل يعني اذا بنتكلم احنا على الورق وبنتكلم حسابيا وبنتكلم بروح الفوز وبروح المنطق، ما زال الملعب باقي له 12 نقطه. صحيح. من 4 انت تاخذ 12 توصل 16، على الاقل فكر في الثالث. فاحنا عندنا مباراه قادمه يوم الثلاثاء، يجب ان نستعد لها استعداد جيد. الله. يجب ايضا نفوز، نرفع يرفع معنويات اللاعبين، نجهزهم تجهيز كلي للمباراه، وننتظر القادم. بعدين عندنا مباراه كلها في ملعبنا، كوريا بتلعب في ملعبنا، الصين بتلعب في ملعبنا، سوريا فقط بنروح لها في ماليزيا. فما زال الامر يعني ما نبغي نرمي للساسي من رفع الرايه البيضاء، بس يجب انه يكون في عمل صحيح من قبل المدرب ايضا. فساتي اذا بنتكلم في المباراه له ما عليه حقيقه، يعني كانت تبديلاته منطقيه، لكن يدخل اللاعب الصح ويخرج اللاعب الخطأ. وهذا اللي عمله فساتي حقيقه، وغير طريقه اللعب الى 3. ففي امور فنيه يعني الان مش عشان فساتي نحمل كل المسؤوليه، لكن صحيح. نقول له هو ما عليه في المباراه. الكل يتحمل المسؤوليه، الكل يتحمل المسؤوليه، من الاداره، من سياسه الرياضه، من اللاعبين، حتى في ارضيه الملعب هم يتحملون، ما قدموا المستوى المطلوب. مش الكل لكن البعض. انا دائما اقول لا في اخطاء كثيره، اخطاء فرديه من قبل اللاعبين، يتحملون اللاعبين بعض الاخطاء الفرديه. انا قلت يتحملون بس مش الكل بعد، ما قلت تحملهم كلهم. لا معك انا لا تحملهم انا ما ادري انت افهم. لا في اكثر من اتفق معك، في اكثر من لاعب يتحمل اخطاء فرديه كاد يعمل لنا كوارث في خط الدفاع. البعض يقول انا بس بتكلم عن نقطه، البعض يقول والله التجنيس احيانا، يمكن حتى انا اقول يعني مو بس الجمهور او الاعلام، يقول لك مثلا التجنيس ياخذ من مكان اللاعب القطري. شلون سعد الشيب الحين اليوم اساسي، حسن هيدوس اساسي، اكرم عفيف اساسي. شفنا سعد الشيب كيف اظهر كره المنتخب السوري في الدقيقه الاخيره من ال90. يمكن حتى لو حارس محترف في اوروبا والله هنا جول تكون، يعني سبحان الله شلون شلها انا ما اعرف، شوفها وكررها. لا تقول لي ان القطري ما يقدر ياخذ مكان، لا يقدر ياخذ مكان باجتهاده. البعض تلاقي قاعد في المجلس ويلعب ورقه وياكل حب، تروح تلعب كوره وهو يلعب ما شاء الله عليه، يلعب. انا يعني بأم عيني اشوف في بعض الشباب ما شاء الله عليهم صغار وكبار. اجاوبك اي جاوبني. انت تقول الشيب وما شاء الله عليه، واحنا متفقين على الشيب ما شاء الله عليه، لكن لو ايضا ما في تجنيس، لو تلقي 5 شيب ليش لا؟
رايك؟ انا اقصد لا، عن بعض اللاعبين وبعض المواهب موجوده يروحون ياجرون ملعب ويلعبون ما شاء الله عليهم، وتشوف لعبهم تقول يا ريت انهم يلعبون في نادي ويلعبون في المنتخب. بطوله تلاقيه هداف البطوله، كل ما يدخل بطوله لا اله الا الله تلاقي احسن لاعب في البطوله. طيب انتم في لعيبه قطريين، لكن روحوا الانديه وروحوا بعد انتم، يعني بعد انتم اجتهدوا، هذه بلادكم، هذه بلادكم. تحب بلادك انت اجتهد وروح والعب، مش قاعد تدور من مكان لمكان عقب تقول والله التجنيس. لا، انت يا اب، انت يا اخ، ود ولدك يا اخي، ود ولدك. النادي ترى ببلاش، قطر فاتحه الانديه للقطريين ببلاش، وفي بعض الرياضات ايضا كذلك للاجانب. هاي شيء انا المسه بيدي يعني. بس اوضح بعد نوضح، الانديه ترى مليانه بالكوادر القطريه والناشئين القطريين كثار جدا. لو تمر اي نادي الان، السد ولا القرافه ولا الريان ولا العربي، الفئات السنيه بالهبل في الحي، بس وايد ما في خطه لهم. الله يوفق الجميع، الله يوفق ان شاء الله الكره القطريه. نتحدث عن منتخب سوريا رغم كل الاحداث والمعاناه، الا انه نجح في الفوز على المنتخب الاوزبكي. تقرير محمد زين العابدين. قبلة الحياة ذلك كان فوز المنتخب السوري على نظيره الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا عام 2018. المنتخب السوري أنعش آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة للمباراة. عمر خربين يتقدم ليسجل على طريقة الكبار. الله عليك، الله يا ملك، الله ما أجملك، الله على منتخب سوريا. تعرف المرحلة الثانية تختلف عن المرحلة الأولى، فلازم يكون تركيز كثير عالي حتى نقدر نحصل تطبيقات، والحمد لله قدرنا نحصل تطبيقات. فوز ثمين لسوريا ما جعل مدربها أيمن الحكيم يذرف الدموع فرحا. الحقيقة يعني ما شعور لا يوصف. قدمنا مباراة كبيرة رغم الجو. أنا هذا قلت إن شاء الله بنفوز، وفزنا وحققت أمنيات السوريين. عن هذا الفوز مو إلي، عن هذا الفوز لكل السوريين. الفوز هو الثاني لمنتخب سوريا من 6 مباريات بعد فوزه على الصين بنفس النتيجة، وبعد تعادله أمام كوريا الجنوبية وإيران، ليخالف الفريق بذلك كل التوقعات. أصبح رصيد سوريا 8 نقاط بالمركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان ثالثة الترتيب، ونقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني التي تعرضت لخسارة أمام الصين. هدف خربين يمنح سوريا الفوز على أوزبكستان، وكان سيلفي ممتاز يعني كان العمر يردها حق اللاعب الأوزبكي. لماذا بكى مدرب منتخب سوريا بعد الفوز على منتخب أوزبكستان؟ منتخب سوريا رغم المعاناة فواز الشريف إلا أنه استطاع أن يقدم الروح في أرضية الملعب ويفوز بعد ذلك. يعني حقيقة يتمتع المنتخب السوري بالشجاعة، وهي شجاعة جزء مهم في كرة القدم، وأعتقد أنها بالذات في المباريات المفصلية تعتبر شجاعة اللاعب أهم من الفنيات التي يمتلكها. المنتخب السوري ورغم الظروف ورغم الإمكانيات ورغم الملعب البيتي الموجود في قلب آسيا ورغم يعني الأوضاع بشكل عامة، إلا أنه استطاع أن يحقق نتيجة الله يا عمر خربين. الله يا عمر الفوز في مباراتين مهمة أمام الصين، أمام أوزبكستان، حقق التعادل أمام كوريا. أنا أعتقد المنتخب السوري أيضا يستغل الفجوات التي تحدث في المجموعة من خلال سقوط الكوريين بالخسارة، ومن خلال تبدل بعض الأوضاع، وهو يسير باتجاه صحيح.
طبعا لو جينا نبي نعلق على لحظة العاطفة اللي سحبت المدرب أثناء هذا، هو يشعر فيها كل مواطن عربي. أبي أتكلم عن المنتخب الصيني والمفاجأة اللي أحدث. طبعا هذا المدرب المنتخب السوري تحدث عنه أيمن حكيم، يتكلم عن فواز الشريف يتحدث عن الصين تحدث مفاجأة أمام كوريا الجنوبية. هذا عمل ليبي طبعا حسن؟ اي لاعب في كره القدم يتمنى ان يكون مدرب مارتشيلو ليبي. يعني في ايطاليا في ظل انهيارها مارتشيلو ليبي جاب لهم كاس العالم. على العموم المنتخب الصيني من النسخه اللي قبل الماضيه منتخب يتطور من جوله الى جوله، من سنه الى سنه. الدوري الصيني تغير، الاهتمام تغير، الاستراتيجيات تغيرت، ضخ اموال كبيره. الان هم ينشئون بعبع على مستوى اخر القارة يعني. على مستوى القاره. نحن قبل كنا نقول بعبع دائما يابان وكوريا. في 2022 راح نقول الصين، بعدين اليابان وكوريا، لانهم الاستثمارات والاستراتيجيات وحتى الصناعه في كره القدم عندهم اكثر من 250 اكاديميه موجوده متوزعه في الصين ومع فروعها، غير الفروع هذه اللي موجوده. تتكلم عن استثمارات بالمليارات، تتكلم عن انهم ياخذون البريق الاعلامي. امس لاعب يسجل هدف هاتريك في المنتخب البرازيلي يلعب في الدوري الصيني. هناك عمل كبير. انا لا استغرب فوز المنتخب الصيني، لكن هناك منتخب كوري ضعيف. من وجهة نظري هذه أسوأ نسخة للمنتخب الكوري منذ عام 2002 من وجهة نظري. نذهب إلى المجموعة الثانية. هذه المجموعة تتصدرها السعودية ب 13 نقطة. طبعا تايلاند تخسر أمام السعودية 3-0، العراق 1 وأستراليا 1، الإمارات تخسر أمام اليابان 0-2. كما قلت سابقا الصدارة للسعودية تأتي في الصدارة ب 13 نقطة، اليابان بنفس عدد من النقاط لكن فارق الأهداف بعد ذلك أستراليا، فالإمارات، فالعراق، فتايلاند. المنتخب الإماراتي